الحمد لله رب العالمين، جعل المؤمنين إخوة متحابين في الدين، ونهاهم عن التفرق وطاعة الحاسدين والمفسدين. وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق الأمين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الذين كانوا يهدون بالحق وبه يعدلون، وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الناس، اتقوا الله تعالى واعلموا أن المؤمنين إخوة في الدين كما سماهم الله بذلك في كتابه المبين. قال تعالى: إنما المؤمنون إخوة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كونوا عباد الله إخوانا. وفي صحيحين عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحبه لنفسه. وفي رواية لمسلم: حتى يحب لجاره أو لأخيه ما يحب لنفسه. وفي صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحب أن يزحل عن النار ويدخل الجنة فلتخرجه منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، ويأتي إلى الناس الذي يحب ويؤتى إليه. فهذه الأحاديث وما جاء بمعناها تدل على أن المؤمن يسره ما يسر أخاه، ويحزنه ما يحزنه، ويريد لأخيه المؤمن ما يريد لنفسه من الخير. وهذه إنما يأتي مع سلامة المسلم من الغش والغل والحسد، فإن الحسد يقتضي أن يكره الحاسد أن يفوقه أحدا في نعمة أو يساويه فيها، والإيمان يقتضي خلاف ذلك، وهو أن يشاركه المؤمنون كلهم في مثل ما